أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. رجل شاب جاني بعد واحدة من المحاضرات قال يا شيخ والله العظيم إني ما أفوت قيام الليل، أسأل الله أن يعيننا وإياكم. شرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلم أن شرف المؤمن، جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن في قيام الليل. أسأل الله أن يعيننا، إذا ما عنا ما بنقوم. يقول جلست في الليل في غرفة الحالي وقدامي الانترنت والكمبيوتر، يقول والله داقع على المواقع إسلامية. يقول شوي شوي جرتني رابط دخلت عليه في صورة ورا مقطع. يقول أقسم بالله يوم سكرت الكمبيوتر وأنا أحس أن الدنيا كلها انغلقت علي. يقول فجيت أنوم، مسكت الجوال وركدت ساعة قبل الفجر بساعة. يقول وأنا بنوم عجزت. يقول والله العظيم النفس تقول لي والله ما بقومك جل جلاله سبحانه. يقول أقسم بالله نفسي تقول لي والله ما يقومك، نايم على معصيته وبشرفك في قيام الليل والله ما يقومك. يقول فأبغى نوم عجزت، والله أنها تردد علي والله ما تقوم، لا يهمك ساعتك هذا والله ما يقومك، هذا شرف ما يعطيها الله سبحانه وتعالى. يقول واجلس أبغى أنوم عجزت أنوم. يقول والنفس اللوامة تقول لي قم الحين، ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. يقول لكن فيه نوم. يقول تجيني قم صلي الآن، ما بيقومك في الليل، قم صلي الحين. يقول شوي والآيات تجي عند راسي: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، اللي سويتها قبل شوي، ذلك ذكرى للذاكرين. يقول أبغى أقوم وأبغى أنوم. ثم جتني الآية الثانية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول قمت وتوضيت وصليت. يقول وأول ما قلت ولا الضالين آمين، يقول جت في بالي قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ليه؟ يحذر الآخرة. والله بيوقفك على هالمقاطع، يوقع لك نفسي، بيوقفك على المقاطع اللي شتم شوي. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول أنا ساجد يقول يا رب والله إني أحذر الآخرة، والله إني ما قمت إلا أحذر الآخرة، ويا رب والله إني أرجو رحمتك أنك ترحمني قبل لا أنوم. يقول ما عندي لها الدعاء. يقول صليت الركعتين ما وترت. يقول فنمت. يقول والله الذي لا إله غيره قبل ما ترن الساعة بدقيقة قمت صاحي، ما فيني أي شيء، ناظر الساعة باقي دقيقة على المنبه. يقول صليت ما شاء الله لي أنا أصلي. يقول نفسي قطعتني تقطيع، قطعتني، حسيتني إني تراب ذباب. يقول والله أنظر نفسي ما أسوى شيء، كيف يعني. يقول سبحان الله الآن أبغى أكفر عن ذنبي بأي شيء. يقول فطلعت صلاة الفجر، رحت المسجد صليت. فبالعادة ما مع النوم أطلع قبل. يقول قعدت
تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن في ملائكة تستغفر لك ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقول أبغى الذنوب اللي راحت تكفر، فقعدت طلعت، يقول لقيت لي عامل نظافة قاعد يلبس جلكم الله شرابه، يقول فتذكرت أن الصدقة تطفئ غضب الرب، فقلت يا رب أن تطفئ غضبك علي، وأخرجت ما عندي وطلعته وأعطيت الرجل وأنا ماشي. يقول والله ما يعلم بي إلا الله عز وجل، يقول متقطع قلبي، يقول يا الله يا رب إنك تعلم أن هذا فقير لي على ريالات، أنا فقير لك ترحمني وتسامحني. يقول ركبت السيارة توني فاتح الباب إلا الشيطان يجي يقول لي تلعب على مين أنت؟ تقعد تعصير في الليل وتجي تصدق لك بريلين وثلاثة وخلاص راحت. يقول ضاق صدري مرة ثانية. يقول فتحت الراديو مو مسجل، الراديو حق إذاعة القرآن. يقول والله يوم فتحته وأنا ضايق صدري، يقول وأسمع قول الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. وسكرت لهم مسجل الرسالة واضحة. سبحان ربي، جدول إذاعة القرآن حق سنة سبحان من جعل الآية هذه من بين كتاب الله 30 جزء وبين جدول إذاعة القرآن كله، أن يوم يدخل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها